بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. تشكيل الأهلي المتوقع النهاردة إن شاء الله قدام سموحة الساعة 8 مساء على استاد القاهرة. مباراة ولا أصعب طبعا بالنسبة للنادي الأهلي. نتائج سموحة خلي بالك جيدة. خسر من الزمالك في الدور الأول بصعوبة 1-0، وخسر برضه من الاهلي في الدور الاول بصعوبة 1-0 بهدف مروان عثمان، وفاز على بيراميدز 2-1 في الدور الاول. ففريق مش سهل سموحة. اعتقد المباراة النهاردة هتكون صعبة جدا على النادي الاهلي، خاصة في حالة تذبذب الاداء بسبب يستروب طبعا. اتمنى النهارده ان شاء الله الوضع يختلف مع النادي الاهلي. التشكيل المتوقع النهارده الاهلي مصطفى شوبير، ولازم ياخد باله النهارده ما ياخدش انذارات لانه معرض للايقاف في اي وقت. لو خد انذار النهارده هيتوقف عن مباراه الزمالك، ولو خد انذار في مباراه الزمالك هيتوقف عن مباراه بيراميدز. فاتمنى ان هو يركز في الموضوع ده لان الحكام بتتلكك لنا انت عارف. خط الدفاع محمد هاني، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، يوسف بالعمري. خط الوسط لو لعب بواحد بس هيبقى مروان عطية، لو لعب باتنين هيبقى مروان عطية وإليو ديانج، ولو ما لعبش بإليو ديانج هيلعب بحسين الشحات. يعني لو لعب بواحد بس في خط النص هيحط في التلت الهجومي حسين الشحات. لكن اعتقد النهارده ان هو هيلعب كالعاده وهيشيلنا، يلعب بمروان عطيه إليو ديانج اللي هو خايف يتصاب، بيلعب طبعا كده بالشوكه والسكينه الفتره الاخيره، خايف يتصاب قبل ما يروح فالنسيا. امام عاشور، وخط الهجوم احمد سيد زيزو وتريزيجيه ومحمد شريف. تشكيل برضو مره تانية: مصطفى شوبير في حراسه المرمى، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، يوسف بالعمري. خط الوسط مروان عطيه وإليو ديانج، او لو لعب بمروان عطيه بس هينزل حسين الشحات في التلت الهجومي. امام عاشور، زيزو، محمود حسن، تريزيجيه، محمد شريف. اتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.